One of the most beautiful place in the world. Wow, Malta. But Cristiano Ronaldo. From where? Lorca. لوركا. واو Spanish. واو ايه ده؟ ديزني لاند. والله يا جدعان ديزني. واو ايه ده؟ تحفة. القصر دوت فوق التلة الكبيرة جدا اللي فيها القلعة. بص يا باشا هو ده ايه؟ ده شاليه جوه الجبل. بص عاملين السفرة ازاي؟ عسل. يعني الواحد لما بيجي سليمة هنا بيفتكر ان في حياة عادية. بص الفندق مثلا، المباني جميلة جدا وعلى البحر تحفة. واحنا دلوقتي متجهين لفاليتا اللي هي العاصمة بس بالسكوتر. المفروض ان احنا امبارح رحنا فاليتا بالمركب. عمر قال لي يلا بينا نشوف فاليتا بالطريق هنا هتبقى عاملة ازاي. فعلا مختلفة تماما بالسكوتر، المباني تاريخية جدا. عربيات هنا بتطير، ناس تجري جدا. بصوا يا جماعة مولعين النار ازاي عند الأعمدة وعمالين يفرقعوا نار ويفرقعوا صواريخ واحتفالات. بصوا يا جماعة فاليتا بقى لما بتجيها بالباص مش بالمركب، بتجيها من طريق تاني خالص مختلف. الناحية التانية بص الفرقعة اللي هناك، بيحبوا يفرقعوا جدا. بص يا جماعة المكان أصلا قد إيه جميل، مكان تاريخي جدا جدا جدا. هنا طبعا العاصمة فاليتا. بص يا جماعة المدافع اللي على الحصن هنا. Italy. You first come. All your friends. I come from Catania, Etna, Taormina. One of the most beautiful place in the world. Wow, Malta. Malta is the second step. But the better يا راجل. Okay, nice to meet you. Ciao. عمر يا جدعان راكب الموتوسيكل هايص. يلا بينا يا عمر. واو. تخيل بقى نمشي في المباني التاريخية دي يا معلم بالموتوسيكل، تحفة يا زلمة. عسل. الإيطاليين يا جدعان عسل. الإيطاليين بجد دمهم خفيف جدا وبيحبوا الكلام وبيحبوا الناس وبيحبوا يتفسحوا. عندهم ثقافة السياحة عموما الإيطاليين بجد. أماكن هنا خطيرة. المفروض القصر دوت فوق التلة الكبيرة جدا اللي فيها القلعة. بص القصر عامل ازاي يا جماعة. واو على الجمال. لا وإطلالة بقى ما اقولكش. انت شايف كل المدينة من الإطلالة اللي هنا. يا جماعة انتوا شايفين قد ايه المكان ده جميل، والمكان ده فري بدون أي فلوس. انت بتدخل تتفرج على الجمال ده، جد حاجة روعة وقصر روعة. هنا فاليتا العاصمة يا جماعة. خلي بالك فاليتا كبيرة جدا، يعني احنا رحناها بالليل، احنا رحنا جزء صغير جدا منها. واو يا جماعة. بص الفرح فين. واو يا جماعة على الإطلالة وعلى الفرح وعلى الناس هنا في مالطا وعلى المدافع اللي فوق القصر والقلعة والمبنى التاريخي. يا جدعان فاليتا هنا العاصمة حاجة تانية خالص، وهمية بجد. خلي بالكوا يا جماعة مش أنا لوحدي اللي بتفرج، الناس كلها هنا، كل السياح بيتفرجوا على الفرح. يعني الناس كلها بص منبهرين جدا بالفرح. كل الناس هنا في القصر بتتفرج على الإطلالة الروعة دي وبتتفرج على الفرح ده. واو يا جماعة بجد تحفة. مالطا هنا يا جدعان موضوع كبير جدا. مدينة تاريخية على مدينة حديثة على مدينة فيها كل حاجة جميلة بجد يعني. حتى عمو اللي جنبي ده جميل جدا، هو اللي وسع لي وقال لي تعالى. هاي good evening from where? Malta, from Malta. Wow, you going Egypt before? Egypto. I like Malta so much. I'm from Egypt. Very nice country, sure. This is the better in the Europe.
يس. It's small, but it's got a lot. يا جماعه الناس هنا من مالطا زي العسل بجد والله، ناس حبوبه جدا يعني، بيحبوا مصر وقاعدين يعني وسعوا لي عشان اجي ابص، قال لي تعالى وبص، ناس روحها جميله جدا ومبسوطين جدا. نايس تو ميت يو. اطلاله بجد يا جماعه تاخد العقل، احنا اصلا في جزيره، كل دي حدود الجزيره، يعني انت شايف حدود الجزيره كلها انت شايفها. كريستيانو رونالدو from where؟ Lorca. لوركا. واو سبانيش. First come Malta. I don't speak English. Don't speak English. Okay, thank you so much. Nice to meet you. Bye. واو يا جماعه جورجينا جدا. الاجواء هنا يا جدعان رائعه رائعه. اللي عاجبني ان هم لما بييجوا يا جماعه يرمموا المبنى بيعملوه بشكل برضو تاريخي، كل حاجه يعني موجوده، الطرق نظيفه، الشوارع، الالوان، الناس اللي موجوده، الناس اللي خارجه، الافراح، العاصمه فاليتا هنا جميله جدا، في بهجه، الكروزات اللي واقفه، الاطلالات، كل ما بتروح مكان بتلاقي اطلاله، بتلاقي متحف، بتلاقي قلعه، بتلاقي حاجه جميله، بتلاقي حاجه تاريخيه. يعني بجد يا جماعه مالطا البلد الوحيده اللي حاسس ان انا نفسي ازورها تاني. فين موتوسيكلنا يا عمر؟ اي واحد، انت عرفته ازاي؟ فين بقى؟ هنا. واو بصوا يا جدعان الشارع يا جدعان، انا النهارده بقى جيت بموتوسيكل. واو ايه ده؟ ديزني لاند. والله يا جدعان ديزني. واو ايه ده؟ واو يا جماعه ايه ده؟ ايه الشارع ده؟ يا جماعه المفروض ان ده كده كله طابور عشان يدخلوا المطعم هنا. انت متخيل الطابور قد ايه؟ كل واحد مستني دوره. بصوا يا جماعه، يعني اللي على اليمين هنا مطاعم واللي على الشمال مطاعم، وطابور هنا ناحيه اليمين وطابور هنا ناحيه الشمال. الناحيه الثانيه ديزني لاند. لا 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 يا عمر بجد كده كتير يا عمر. لا 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 عن جد يا زلمه كده كتير يا جماعه بجد، الموضوع خيال. انا مش مجمع الناس دي جايه منين، جايين من ديزني لاند حرفيا. والله العظيم والله العظيم جايين من ديزني لاند. بص الشباك اللي في البلكونه فوق ده. لا ما هو انا جيت لكم النهارده بالموتوسيكل لان انا امبارح ولا عرفت اروح ولا عرفت اجي. سيا. واو بص يا جماعه الناس اللي بتشوي هنا، واو على الجمدان، الناس هنا رايقه. الناس بتشوي يا جماعه. واو ده بص دول مالطيين قاعدين يا باشا مستمتعين جدا. جيت مكان رايق. بص عاملين السفره ازاي. عسل. دول بقى يا باشا اهل البلد، دول يا جماعه هنا اهل البلد المالطيين بقى. اخيرا لقيتهم، اخيرا لقيت المالطيين. بص المكان هناك شاوي ازاي. واو بص يا باشا، هو ده ايه؟ ده شاليه جوه الجبل. واو ده شاليه جوه الجبل. واو السلام عليكم. يا جدعان ده بيت جوه الجبل. ايه ده؟ دي شاليهات جوه الجبل. واو عاملين بيوت جوه الجبل. السلام عليكم. عليكم السلام. عسل. بصوا يا جماعه الناس هنا في العاصمه قاعدين بيشوا ازاي. الناس هنا من اهل البلد. واو يا جماعه. الو. والميزه يا جماعه ان هم يقعدوا يقولوا هالو 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 ويسلموا عليك وتعالى كل. بيوتهم جميله جدا. واو واو على الجمال يا جماعه. بصراحه انا مش مصدق الجمال. ايه يا جماعه البلد دي؟ هاي. ايه يا عم السفره الجميله دي؟ جميل 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 ورايق قوي. هاي. احلى حاجه انك بتقول السلام عليكم.
يقول لك عليكم السلام. دي احسن حاجه عجباني في الموضوع. تحفه. عربي. السلام عليكم. اغاني بدوي على عربي على شغل عالي قوي. جامده. جميله سليمه برضو يا جماعه. يعني الواحد لما بيجي سليمه هنا بيفتكر ان في حياه عاديه. بص الفندق مثلا، المباني جميله جدا وعلى البحر تحفه. خلي بالك احنا المفروض كده كأننا ماشيين على اسكندريه على البحر. بس طبعا يا جدعان بالنسبه لي اسكندريه يعني مش عارف، انا بحبها جدا بصراحه. مهما كان هنا الواحد برضو مش متعود على الجو. جينا سليمه وكان يوم حلو جدا وكان يوم شيق جدا، وانا بصراحه انبسطت جدا بالسكوتر وكل الاماكن اللي رحناها. وخلينا بكره نكتشف مالطا اكتر، واشوفكم بكره ان شاء الله في جوله جديده ومغامره جديده. يلا بينا.